أندية تلعب كرة القدم يعني راح تنافسها كرويا، هذا الشيء الإيجابي. أرى أن اتحاد العاصمة بإمكانه أن يتجاوز هذه المجموعة بالكثير من التركيز، أن يكون حاضر لأنه عاد في البطولة بقوة. كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اتحاد العاصمة في المجموعة الأولى إلى جانب كل من أولمبي أسفي المغربي وسان بيدرو الإيفواري وجوليبا باماكو المالي. من سيشكل خطرا على اتحاد العاصمة في هذه المجموعة؟ صراحة نظن بلي الدربي المغربي اللي راح يكون نوعا ما فيه إشكال، خاصة بعد الحساسية اللي بين الفريقين. نحن عنا غنى عنها أكيد. نظن لا، هناك حساسية كروية بين أكيد. الفرق المغاربية بصفة عامة. نعم، هي الدربي لما تكلم عن دربي معناتها عندها خصوصيات، إما جار إما كذلك. لكن أمام الفرق الأخرى نظن بلي الفريق راح يتفوق اليوم بشكل عادي، خاصة كما قلت لك الاتحاد لديه خبرة. الصعب في هذه المجموعة صدمة كبيرة دازت في وسط الإعلام الجزائري بعد ما انتشرت صور وفيديوهات من مدينة أسفي كتبين الاستقبال الرائع اللي داروه المغاربة لبعثة اتحاد العاصمة الجزائري. استقبال ما تصوروهش نهائيا، خصوصا بعد ما شافوا الخريطة المغربية كاملة مرفوعة قدام اللاعبين في واحد الأجواء اللي كلها احترام وترحاب. كانت لحظة قوية وخلات الصحافة الجزائرية تدخل في واحد الاضطراب بين اللي باغي يبرر وبين اللي ما بقى لاقي حتى كلمة يرد بها على هذه المفاجأة اللي قلبات الموازين. الإعلام الجزائري لقاه راسو قدام مشهد ما تعودش يشوفه، لأنه متعود دائما يصور المغرب بطريقة سلبية، ولكن ملي شاف هذا التنظيم والأخلاق العالية والطريقة اللي استقبل بها الجمهور والمسؤولين فريق اتحاد العاصمة، بقى غير كيدور على أعذار ويحاول يخفي الارتباك اللي بان في التغطيات ديالو. بعض القنوات بدات كتهضر على أن الأمر بروتوكول عادي، والبعض الآخر بدا كيتهم بدون دليل. أما المتابعين فقدروا يشوفوا بوضوح حجم الصدمة اللي كتضرب التعليقات والبرامج المباشرة. في المقابل في مدينة أسفي كان المشهد مختلف تماما، ابتسامات وترحاب وتصفيق، وكل شيء كيبغي يبين بأن الرياضة احترام قبل كل شيء، وأن المغرب دايما كيعرف يستقبل ضيوفه بأحسن صورة. الخريطة المغربية اللي كانت مرفوعة في المكان خلات الضيوف يشوفوا بعيونهم كيفاش المغاربة متمسكين بوحدة بلادهم بطريقة حضارية هادئة. وهذا التفصيل زاد صدمة كبر في الإعلام الجزائري اللي ما لاقاش كيفاش يعالج لقطة ضربت كل الخطوبات اللي كانوا كيردوها. وبينما التعليقات في السوشيال ميديا كانت كتحتفل بهذا السلوك النبيل، كان الإعلام الجزائري غرق في التناقض، مرة كيهضر على التسفيث، ومرة كيقول خطأ تنظيمي، ومرة كيتجاهل الموضوع كليا. ولكن الحقيقة واضحة، وهي أن المغاربة قدموا صورة حضارية قوية، وصورة ما بقاتش كتسمح لأي إعلام يبغي يقلب الحقائق. الكرة ولات مرة أخرى كتبرهن بأن المغاربة كيحترموا المنافس قبل المباراة وبعدها، ومدينة أسفي برزت في هذا الاستقبال كأنها كتقول للعالم كامل بأن الخلافات المصطنعة ما تقدرش تمحي الروح الطيبة ديال الشعب المغربي. واللاعبين الجزائريين نفسهم بينوا مرتاحين ومتفاجئين من المعاملة الراقية، وهادشي خلى المشهد يحرج كل من كان كيحاول يرسم صورة عكس الواقع. ومع تزايد انتشار الفيديوهات الصدمة ولات كبر، والجنون بدا كيبان في النبرات ديال بعض الوجوه الإعلامية الجزائرية اللي ما لقاش تفسير مقنع، لأن الاستقبال كان محترم وواضح وما فيه حتى حاجة قابلة للتأويل. الجمهور المغربي كان إنساني وراقي ومرحب كعادته، وهذا الشيء خلى المقارنة تكون قاصحة بالنسبة للخطوبات الكراهية اللي ما بقاتش كتقنع حتى المتابع الجزائري نفسه. وفي نهاية اليوم اللي واقع في أسفي ماشي مجرد استقبال، بل رسالة مفتوحة بأن المغرب كيختار ديما الطريق اللي فيه الاحترام والأخلاق.